السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبصحة وخير وسعادة. تعالوا بقى النهاردة اما نعمل مع بعض احلى فطير ممكن تعمليه مع احلى تسوية واحلى توريقة. يعني بصي الفطير بجد تحفة كده. حتى لو عمرك ما عملت فطير وهتشوفي الفيديو ده ان شاء الله هتعمليه من اول مرة هيطلع معاكي ناجح جدا ومورق وطعمه جميل قوي وسهل خالص. يعني مش هيتعبك خالص ان انت تقعدي تفردي وتعملي طبقات ولا اي حاجه. اقولك على طريقه سهله خالص تعمليه. يعني هتفردي مره واحده وهتلم على طول وهيكون كده معاكي الفطير مورق وجميل زي ما انت شايفاه كده. وشكله حلو خالص ومستوي وتحمير من فوق ومن تحت مظبوط خالص. تاكليه بقى بأي حاجة انت حباها وهو حتى يتاكل كده من غير اي حاجة معاه. بجد حلو اوي. تابعوا معايا الفيديو للاخر يا حبايبي، ان شاء الله تستفادوا. وما تنسوش بقى اللايك والكومنت الجميل واللي اول مره يشوف القناه يا ريت يشرفني كده بالاشتراك. يعني بجد ما تحرمش منكم ابدا، كومنتاتكم جميله وبتفرحني. ربنا يفرح قلبكم كلكم يا رب ويسعدكم. زي ما انتوا شايفين اهو الفطير طري وجميل خالص ومورق كده من جوه. اول حاجه يا حبايبي معانا هنا كيس دقيق، ده كيلو دقيق. اي نوع دقيق بيبقى جميل خالص في الفطير عادي، ورشه ملح ومعلقتين سكر. كيلو الدقيق هتحط عليه رشه ملح ومعلقتين سكر وهتقلبي. ومعانا هنا للعجن كوبايتين ميه. يعني هو اول كوبايه هتحطها كلها وتقلبي، وتاني كوبايه برضه هتحطها وتقلبي، والكوبايه التالتة بقى هتسيبها جنبك تزودي بها حبه بحبه على حسب نوع الدقيق اللي انت مستعملاه. ممكن تحتاجيها كلها وممكن ما تحتاجيهاش، بس ما تحطهاش كلها، بتزودي بقى كده حبة بحبة عشان عجينة الفطير بتبقى كده ماهيش لازقة قوي ولا هي ناشفة قوي. يعني يا دوب كده بتبقى سايحة كده وجميلة. وبتعجني بقى يا حبيبتي كده على طول. اهو انا زودت كمان شوية مية. وبتعجني بقى عجن عادي بس عجني كويس. لان الفطير عايز عجن كويس، العجينه تكون مخدومه كده بالعجن. وزودت تاني اهوت ميه، بتزودي كده شويه بشويه وبتلمي العجينه. خلاص لمت اهي. خدت كوبايتين ونص بالظبط. في الوقت دي كده بقى بحط معلقتين اتنين زيت، ما تكتريش اكتر من كده. ويكون نوع الزيت يعني حلو، ما يكونش من بتاع التموين، علشان زيت التموين بيبقى باين اوي في الفطير. وبتعجني تاني بقى لما العجينه بقى كده زي ما انت شايفه كده لزقت ولمت حلو خالص اهيت وبقت طريه زي ما انت شايفه اهي ونعمت خالص. بتغطي عليها بقى وبتسيبها ترتاح نص ساعه. اهم حاجه يا قلبي تريح عجينه الفطير. كل ما بتريح عجينه الفطير الفطير بيورق معاكي وبيبقى قابب في الفرن وجميل. كده بقى خلاص سيبناها اهي بنلمها كده رول. وبتقسماها بقى زي ما انت عايزه، مثلا عايزاها 3 فطرات، عايزاها فطرتين، عايزاها 4، على حسب راحتك انتي وعلى حسب الصواني اللي عندك. انا عملتها 2، واحدة كبيرة شوية وواحدة صغيرة شوية على برضو عشان الصواني بتاعتي اللي عندي صينية كبيرة وصينية صغيرة شوية. فعملتهم 2 كده. وكانوا الاتنين اجمل من بعض الصراحة. وحلوين قوي. هقولك بقى على طريقة فرد سهلة أوي وبسيطة جدا. لو انت حتى ما عملتش فطير خالص قبل كده هتطلع معاكي جميلة ومورقة وزي الفل. بتاخدي اول كورة كده وبتغطي التانية وبتفرديها بقى. دعاكي دهني كده الرخامة زيت او اي حاجة هتخبزي عليها وافردي بقى الفطيرة بايدك. وبعد كده بالنشابة زي ما انت شايفة كده مستطيل طويل. هي بتتفرد معاكي بكل سهولة خالص عادي، لان انت مريحاها كويس من يعني سبتها ترتاح فبتتفرد معاكي ولا هتتقطع ولا اي حاجة. وبتفردي كده وبتدخلي ايدك كده تحت العجينة زي ما انت شايفة كده عشان يدخل فيها هوا. ايد بتدخل تحت العجينة وايد بتهواها كده عشان الفطيرة يدخل لها هوا كده وبتبقى جميلة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. بتفردي يعني على قد ما بتقدري تفردي كده على طول. وهوريكم نوعين زبدة ممكن تعملي بهم الفطير، الزبدة الصفراء والزبدة بيضة بتاعة الفطير. وهقول لكم ان هي احسن في عمايل الفطير الصراحة. كده فردناها على الاخر اهون. يعني بتفردي على قد ما بتقدري كده على طول، وانت بايدك كده على طول بتبقى سهلة في الفرد خالص والله. يعني ما بتاخدش وقت خالص، ولا يعني ممكن تعملها بالليل كده على طول في العشاء.
لو قمت بدري شويه تعمليها للفطار. ديت الزبده هي بتاعه الفطير، زبده بيضه، ما بتسيحهاش ولا اي حاجه، بتطلعيها كده من التلاجة تسيبها تاخد حراره المطبخ، وبعدين بتقطعيها وبتفردها على العجينه كده. اوعي تسيحيها لانك لو سيحتيها بتبوظ خالص. دي زبده الزبده البيضه ديت مخصوصه كده للفطير. الصراحه الفطيره اللي اتعملت بالزبده البيضه دي كانت خفيفه وجميله قوي. وبتفتحي بقى في العجينه فتحات كده، 4 فتحات، كل فتحه قصادها فتحه من الجنب دي. معلش بس التصوير كان في الحته دي مش باين قوي، بس الفطيره التانية هتبقى باينه ان شاء الله. وبتلمي بقى من النص الاول، وبعدين بتجيبي الطرف دي على الطرف دي، مفيش اسهل من كده والله. بتقسمي الفطيرة 4 فتحات، وبعد كده بقى بتجيبي من النص الاول، وبعدين تلمي الطرف دي على الطرف دي لغاية ما توصلي لاخر الفطيرة. يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بتلميها بقى وتدهين الصينية زيت، وتحطها في الصينية اللي انت هتفرديها فيها زي ما انت شايفة كده، وبتغطيها برضو ترتاح للمرة التانية. يبقى كده احنا ريحنا العجينة. دي تالت مرة تريح فيها العجينة، بتغطيها وتسيبها ترتاح برضو عما تفردي الفطيرة التانية. دي الفطيرة الصغيرة شوية برضو بنفس النظام. بندهن زيت وبتفردها بالنشابة على طول. دي بقى هعملها بالزبدة الصفرة. بتسيحيها بقى الزبدة الصفرة دي تسيحها على البوتاجاز اول ما تسيح، بس ما تسيبهاش تسخن جامد. اول ما بتسيح بس كده على طول بتفرديها. وبرضو بتدخلي ايدك كده تحت الفطيرة وبتهواها كده عشان يدخل لها هوا زي ما انت شايفه كده، وتبقى مورقه وجميله. دي الزبده اهي كميه بسيطه خالص، يعني للفطيره مش كتير ولا حاجه يعني. دي تيجي 5 معالق كده بالظبط بعد ما تسيح اهي، وبتفردها على الفطيره كده بفرشه على طول او بايدك اهي. بتفتحي اهي 4 برضو فتحات، كل فتحه قصاد التانية، يعني تفتحي فتحه من الجنب دي وفتحه من الجنب دي، او بتلمي من النص كده. تاخدي الطرف دي على الطرف ديت واضحة خالص اهي، بتلمها من النص، وبعدين تاخدي من الطرف دي على الطرف دي. سهلة خالص يعني، اي حد ممكن يعملها، لو بنوتة حتى صغننة كده ولسه اول مرة تعمل هتعملها وهتبقى ناجحة معاها 100% وجميلة ان شاء الله. اهي يا حبيبي، ما تنسوناش بقى في اللايك اللي يوصل معانا لحد هنا ما ينساش اللايك وكومنت بقى حلو كده من ايديكم الجميلة. واللي ما اشتركش في القناة يا ريت ينورني كده بالاشتراك، ومتحرمش منكم حبايبي والله، احلى متابعين في الدنيا. دي كده اول فطيرة بقى عملناها، بنطلعها كده تاني نفردها نص فردة كده على الرخامة تاني اهي على طول، نص فردة على الرخامة. وبعدين بتلمها كده طاقية كده من الاربع اتجاهات، وبتسيبها ترتاح تاني كمان مرة اهي. بتلفها كده على طول وبتلميها من تحت كده كويس اهي زي ما انت شايفة كده يا حبيبتي. وبتسيبها في الصينية تاني وتغطيها تاني وتسيبها ترتاح كمان مرة. يبقى دي كده رابع مرة تريحي العجينة. اوعي تشتغلي في الفطير كله ورا بعض على طول، صدقيني ما بيبقاش حلو خالص، ولا بيبقى مورق ولا قابب في الفرن ولا اي حاجة. دي بصراحة يعني عن تجارب يعني. بعد كده بقى بتفردها كده على طول في الصينية، وبتكوني مولعة الفرن حامي جدا من فوق ومن تحت، وبتدخلي الفطيرة على نار، على فرن حامي، والنار حلوة كده وسط كده يعني. واول ما بيحمر من فوق بتطفي بقى لغاية ما يحمر من تحت كده. واول ما بيطلع بقى محمر من فوق ومن تحت واللون الجميل بتاعه دي بتغطيه، تدهني وشه كده وتغطيه بقى شوية عشان يطرى كده ويبقى حلو، وبعدين تاكلوه بقى يا حبايبي بألف هنا. ده الفطيرة التانية هي برضو نفس الطريقة. هنطلعها نفردها نص فردة كده، وهنلمها برضو من الاربع جوانب، وهنسيبها ترتاح برضو كمان 10 دقايق كده عما الفطيرة الأولى تكون اتحمرت حلو في الفرن. بتكوني بقى مجهزة ده وبتدخلها على طول زي ما انت شايفين يا حبايبي. هي كل حاجة واضحة في الفيديو. صلوا على النبي بقى يا حبايبي وانتوا بتتفرجوا كده. ولو حد عمل الفطير بالطريقة دي وطلع كويس معاه ونجح معاه، يقول لي بقى في الكومنتات ويقول لي ايه رأيكم فيه. اهوت يا حبايبي، برضه لازم نسيبها ترتاح شوية. دي الفطيرة في الفرن قبة وجميلة اهي ما شاء الله. يعني بجد كان حلو قوي. ودي خلاص برضه هنسويها عشان ندخلها الفرن، عشان التانية كده خرجت. خلاص كده ما شاء الله خرجت من الفرن وجميلة اهي. بندهنها بقى كده بالزبدة اللي نازلة منها
وبنغطيها بقى زي ما قلت لكم شويه كده عشان تطرى. وبعد كده طلعت اهي ما شاء الله جميله، كانت سخنه والله جدا، مش قادره ان انا برضو اتحكم فيها قوي، بس كان الولاد واقفين وعايزين ياكلوا، ما لحقتش ان انا اسيبها تبرد وبعدين اصورها، فصورتها وهي سخنه خالص كده، وعشان اوريكم وعشان برضو الولاد كانوا عايزين ياكلوا. بألف هنا اللي كل حاجه، بس بجد كان حلو قوي قوي يا حبايبي، ومورق خالص وطعمه تحفه بجد. جربوه يا حبايبي بالطريقه دي ان شاء الله يعجبكم. وشكرا قوي لوقتكم، وشكرا لمشاهدتكم على الفيديو، وشكرا قوي لكل حد بيكتب لي اي كلمه حلوه او دعم منه.